معكم المشوار في الشارع التونسي. باش نحكيو على واحدة من التونسيات تم اختيارها بين أكثر 50 امرأة أو أقوى 50 امرأة تأثيرا في عالم الأعمال لسنة 2025. باش نحكيو على المجال متاعها اللي هو مجال العقارات. بحثنا ضيفتنا سلوى العرفي. مرحبا سلوى. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. وسامحني إذا باش يكون كلامي شوية بين العربي والإنجليزية. ميساج مفهوم. أنتو باش نحكيو على موضوع مهم برشا اللي هو العقارات. خبيرة عقارية دولية معتمدة وعضو في الاتحاد الدولي والجمعية الدولية للخبراء العقاريين في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات. تجربة كبيرة خلتك أنه يكون اسمك موجود ضمن النساء المؤثرين في عالم الأعمال. خلينا نبدأ بالرمزية متاع أنه يكون اسمك موجود من خلال هذا ريادة الأعمال والنساء في العالم. أول حاجة نشكرك مرة أخرى على الاستضافة، وبيان سور يعني حاجة تشرفني أني نكون موجودة. أول حاجة كانت بمناسبة عيد المرأة العالمي، اخترت في هذا وهذا، فشرفني أني نكون بين 50 مرأة مؤثرة في مجال ريادة الأعمال. وكمرأة لأنني مؤسسة لبرنامج اسمه Women of Vision، اللي هو برنامج تدريبي يهدف لمساعدة النساء أن يكونوا مستقلات ماديا عن طريق الاستثمار العقاري. وهو أهمية أنك أنت تعطي education، يعني تعطي تعليم للمرأة باش تفهم كيفاش تدخل السوق العقاري وتستثمر وتكون رائدة في المجال العقاري، مش كعضو، تكون هي صاحبة القرار. ويعني وهذا الموضوع أنا نختم عليه، ويعني قاعدة نحاول أني في قدر الإمكان أني نعمل دي كولابوراسيون وأني نسهل على المرأة موضوع دخولها في مجال الاستثمار العقاري وتكون صاحبة أصول. لأن العقار بالنسبة لي مش أنك أنت تملك أصول، أنك تملك حرية مالية في يدك وتساعدك كمرأة. يعني صحيح نعاون الناس اللي كنا نخدم كخبيرة عقار دولية، ولكن للمرأة لا تحتاج المرأة الحقيقة أنها تكون على دراية، لأن عرفت المرأة أنه هي عندها نقص في الكنترول فاينانس، في التصرف الاقتصادي والمالي. ولكن مؤخرا قاعدين نلاحظوا أنه ما شاء الله برشا مستثمرات تونسيات ولا عالميات الحقيقة، يعني بحكم وجودي في دولة الإمارات ودبي، يعني مستثمرات من أكثر من جنسية قاعدة تفوت في مجال العقاري، تكون مستثمرة بدرجة أولى، مش هي صاحبة القرار الثاني، تكون هي الفاعل صاحبة القرار الأول ولا صاحبة رأس المال. مش سهلة معناتها توا معناتها الاستثمار العقاري معناتها في أي مرحلة هو توا. أوكي، سؤال مهم جدا لازم نعرفه نحن. أني كخبيرة عقار دولية يعني عندي إلمام بالعالم، ولكن إذا نحكي على السوق العقاري الإماراتي في دبي، أنا نحكي على حركة ديناميكية كبيرة، سوق يعني ما شاء الله مستقر. عملت ريبورت اوريدي مع UBS والإمارات ودبي، يعني اختصاصي بدبي والإمارات ككل، ولكن دبي بحكم شغلي فيها دخول ال AI، دخول الذكاء الاصطناعي والنظام المستدام والابتكار والرقمنة والبلوك تشين والداتا بيس، هذا ساعد أن تكون هي رائدة في مجال العقارات. إذا نحكي على تونس، الحقيقة قاعدين نواجهوا في تحديات كبيرة في تونس مؤخرا، لأن النظام العقاري في تونس قاعد يواجه في تحديات كبيرة من ناحية ارتفاع الأسعار، المديونية اللي موجودة على المطورين. خاطر أني بيان سور قبل ما نحكي على أي حاجة لازمني نكون عاملة عليها ريسيرش، وعملت ريسيرش قبل ما نجي لحضرتك، وعرفت أنه مديونية كبيرة 5.2 مليار دينار تونسي مديونية المطورين. يعني انخفاض نسبة الترانزاكشنز، يعني المعاملات العقارية، الناس اللي اشترت أراضي أو اشترت منازل سكنية أو شقق، نسبة قلت برشا. بين يعني نسبة الشقق 23% نزلت بين 23 و 24، 3.6% نزلت المعاملات العقارية للأراضي. دونك نحن في ارتفاع أسعار ومفماش معاملات ومفماش سوق تسهيلي. نحن لازمنا مرونة في تونس، لازمنا في النظام اليدوي، لازمنا نحاولوا ندخلوا للسوق، إنه نحن ندخلوا تشريعات جديدة تساعد المطور الخاص إنه يكون عنده ليونة باش ينجم يدخل استثمار أجنبي. نحن نحتاجه هذا في السوق التونسي الحقيقة. المجال العقاري في العالم نحكيه على بالتريليون نحسبه. أوكي.
نحسبه بالتريليون. بيان سور نحن في الإمارات عملنا 522 مليار درهم، وعندهم استراتيجية يوصلوا لتريليون درهم بحلول 2033. يعني نحكيو على استراتيجية. هذا اللي ناقصنا في تونس، إنه نحن نحطوا استراتيجية، نظرة مستقبلية إلى السوق، لأن أني نحس البلدان تبنى على الاقتصاد، والاقتصاد هو العقار. إذا أني ما نعملش خطة كاملة تبني لي مستقبل استثماري، ما نجمش أنا نحكي على اقتصاد. أو حتى التونسي ما نجمش يشري عقار إذا هو دخله ضعيف، وإذا ما عندوش آليات باش نجم يستثمر في العقار متاعه. واضح. متحدثة دولية في كبرى المؤتمرات اللي يصيروا في المجال العقاري، ومعناتها المجالات اللي تبعته من تكنولوجيا وغيره. أنا معناتها أحسن بالنسبة لك أنت المؤتمرات الكبرى اللي كنت شاركت فيهم، وهكذا معناتها كنت تعطينا فكرة عليهم، معناتها كيف تدار الأمور فيها. أوكي. هلا أني أغلبية المؤتمرات أو الإكزيبيشنز والمعارض، لأني نكون فهم أني IPS ambassador، أني سفيرة لمعرض IPS اللي هو الانترناشنال بروبرتي شو، اللي هو المعرض العقاري الدولي. أني سفيرة لهذا المعرض، أني خبيرة عقار دولية CIPS، يعني ambassador للنار. المؤتمرات على حسب، أني شاركت كبانل وشاركت كسبيكر في أكثر من مؤتمر، والحمد لله أني اخترت بعد 50 مرأة اللي اخترت فيها باش نكون موجودة في ميامي في 26 جون، باش نكون كينوت سبيكر مع بانش 100 مرأة في ريادة الأعمال موجودة، باش نحكيو على النظام العقاري والنظام الاقتصادي ككل، وين المرأة تجد نفسها ولكن أني نحس تنظيم المعارض تبنى على الجلب المستثمرين. يعني فما بيئة تكون موجودة، بلاتفورم حاضر. دبي مردي حاضنة لأكثر من معرض عقاري دولي، لأن أصلا دبي مسهلة الموضوع على المستثمرين. احنا نحكيه على السوق العالمي كما قلت توا، الانجلترا كسوا النمسا، الدول الأوروبية عموما تاكس عالي جدا فيها. دبي زيرو تاكس، وهذا أول حاجة تخلي المستثمر يمشي يستثمر في دبي، لأنه لما يشري عقاره ما يدفعش تاكس، زيرو تاكس على الاستثمار في الإمارات. وهذا اللي يخلي فما جلب للاستثمار. البيئة الآمنة، السيفتي، اللايف ستايل. كي تشري عقار، أنا عمري ما قلت تشري عقار، تشري نظام حياة، وهذا اللي موجود في الإمارات. خلينا نبدأ من كلمة تشري نظام حياة. نظام المؤتمرات توا في العالم أو في الشرق الأوسط، شيء الحاجات اللي فيه اللي تحسهم مبنية عليهم المؤتمرات الجديدة، سواء كانت اقتصادية أو سياحية؟ تكنولوجيات جديدة اللي هي AI، الذكاء الاصطناعي، الميتافيرس، البلوك تشين. من اللي تدخل المعرض وانت في دبي موجود جدا. هلا في دول أخرى شاركت في دول أوروبية وفي دول أخرى، لا، ولكن قاعدين الكل يستخدموا في النظام الجديد اللي هو النظام المستدام، التكنولوجيا المبتكرة. الكل يعني مصر ما شاء الله، أني فرحانة لأني كنت بارت من الحدث الكبير اللي صار، اللي هو إطلاق منصة مصر العقارية الرقمية. أحمد البتراوي اللي هو الفاوندر تاع MLS، وأني سعيدة جدا بانضمامي أني نخدم معاهم. MLS اللي هو المالتيبل ليستنج سيرفيس، نظام يحمي السوق العقاري، يربطك بالسوق العالمي. مصر تحقيقا لو ما كانش عندهم مشكلة في استقرار العملة، نتصور مصر في منطقة أخرى في النظام العقاري، سوق كبير في مصر. عندهم فكر وعندهم مايند سيت أنهم يتغيروا. مصر قاعدة تتطور بطريقة كبيرة جدا الحقيقة، وهذا شيء يشرف أنه فما دولة عربية غير الإمارات ما شاء الله، فما دولة مصرية في إفريقيا قاعدة تخدم على النظام العقاري. نحن في تونس علاش ما نكونوش كيفهم؟ واضح. مستضيفة بودكاست وجه إعلامي. البودكاست يخدم العقارات والعقارات تخدم البودكاست. الاثنين الحقيقة، خاطرين البودكاست اسمه Economic Edge. أنا نستدعى في خبراء أكاديميين. يهمني جدا، وكلمة أكاديميين مش كل حد اشتغل في أي مجال يكون أكاديمي أو يكون خبير. كلمة خبير مش سهلة جدا إنك تقول أنا خبير عقاري أو خبير اقتصادي أو خبير مالي، لازمها يكون عندك خلفية أكاديمية. فالبودكاست هو Economic Edge، بودكاست اقتصادي بحث. الأولاني هو عملته باش نستدعى خبراء يعطيوا رأيهم في النظام العقاري، وزاد ينجموا ينتقدوا النظام العقاري يمكن سواء في الإمارات أو شنو الحاجات اللي لازمنا نحن نضيفوهم باش نحسنوا
في الأداء العقاري والاقتصادي في الإمارات. فنستدعى في خبراء عرب وأجانب موجودين في دولة الإمارات لهم خلفية وآلية. وعندي بودكاست الآخر اللي هو أنت تستحقي You Deserve It، اللي هو للمرأة، يخدم المرأة، يساعد المرأة تتعلم كيف تكون مستقلة ماديا. علاش لا تعرف تدخر، لأن هي المايند سيت على الاستثمار تبدأ بالادخار. ونستدعى فيهم ديجا باش يكون عندي ضيوف نساء طموحات، عندهم ستوري، عندهم جورني، عندهم رحلة كاملة في المجال الاستثمار، إن كان في ريادة الأعمال رحلة فيها غرام معناتها بيان سور. مش سهلة، مش سهلة معناتها الرحلة بمراحلها الكل. بيان سور، يعني أنت واحد باش تقول أنا رائدة أعمال، مش أنك تمشي تعمل بروجي وتدخل فلوس. ريادة الأعمال اتس مايند سيت. ريادة الأعمال لازمك يكون عندك رسالة، عندك فيجن للحكاية، مش إنه تكون ريادة أعمال. يعني لازمك يكون عندك مايند سيت للانتربرنور شيب. يعني هي لازم تكون عارف شو معناها انتربرنور شيب، كيفاش المرأة تدخل في المجال وتكون هي تحارب على مكان إنها تكون عندها رسالة. إني أصلا نعمل فيلانثروبي اللي هي نعمل العمل الخيري. عندي بروجرام فيه 15% التبرعات، نساعدوا النساء all over the world، في الشيشان، في باكستان، في مصر، في تونس، نعاونوهم يكونوا عندهم طموح باش يحققوا الحلم هذاك. ممكن من وراء الحلم تظهر صعيبة معناتها باش تكون انك مستثمر في مجال عقاري. على هذيك اني قاعده نسهل في طريقه من اني البروجي نتاعي اللي هو التسهيل عن طريق بلاتفورمز وآليات وبرامج تعطيك طريقة انك تستثمر حتى بالتونسي 1000 دينار، يعني مليون نجم تستثمر. نجم مليون تستثمر في المجال العقاري، تشري سهم في العقار، يعني اللي هو اسمه الكراود فاندنج، اللي هو التمويل الجماعي. أنا عاملة كولابوراسيون مع بيتكم، وعاملة كولابوراسيون مع أكثر من بلاتفورمز. هذه أول حاجة، هي دورة تدريبية. أول حاجة المرأة لازمها تعرف تتعلم، تعمل إديوكاسيون كيفاش تستثمر، ومن بعد تشوف هي تعمل بلان، لازمها استراتيجي. أنا مثلا قديش عندي فلوس، قديش يقعد عندي الفلوس هذيك، كيفاش نجم نستثمر. بيان سور اني كفتره اولى ما نجمش اني نستثمر مبلغ كبير. دونك اذا عندي 1000 دينار اللي هو مليون، نجم اني نحطه كشير سهم في عقار، ويكون بيان سور معايا هي بروجرام كامل. فما رحله معايا ادفايزر، معايا خبراء ماليين يساعدوا المراه سلولي شوي شوي باش تكون ريدي. ونهار اللي يكون عندها محفظه باش تبدا تستثمر في الاستثمار التقليدي، بيان سور نعملها ترانزيسيون ديريكت. في تونس ممكن بيان سور البلاتفورم هذا موجود. عندي مستثمرات من كل العالم، ما تحتاجش تكون فيزيكلي موجوده. هي تدخل على الابليكاسيون، تفيل اب الانفورميشن نتاعها، تحط المعلومات نتاعها، وتشوف شنو العقارات اللي متوفره. بيان سور العقار اللي يكون متوفر يكون بسعر منافس للسوق، ماهوش اكثر من السوق، يكون سعر منافس فيه في كابيتال ابريشيشن، يعني في زياده على راس المال. وتحط مثلا استثمرت انا، حطيت سهم لهنا وسهم غادي، ونعمل يعني تنوع في الباسكت نتاعي باش نعمل بوست للعقار. للنساء فقط هذا؟ لا بروجرام فور ايفري وان. ولكن اني بحكم وجودي في اكثر من جروب، شفت انه النساء ناقصين دراسة ودراية بالمجال الاستثماري. حبيت اني نعمل لهم حاجة ونخصص لهم حاجة، يعني ليهم هما تكون بس بيان سور انت تنجم اي حد نجم يستثمر معايا، لان هي البروجرام مش ديريكت تستثمر. هي لازم اني اول حاجه تدخل معي في الدوره التدريبيه، تتعلم وتاخذ كورس وتتعلم وناخذ معك كونسلتاسيون، نشوفك انت الايبيليتي نتاعك، اسكو انت عندك قدرة مالية جاهز ولا لا. ومن بعد تفوت، هي مش غدوة باش تستثمر، لازمك أول حاجة تتعلم كيفاش تعمل سيفينج، لازمك تعرف كيفاش تدخر. ما نجمش تستثمر إذا أنت ما عندكش ادخار. هي كلها مايند سيت، كلها طريقة تفكير ووعي. لازم إني نكون عارفة كيفاش نستثمر من خلال الادخار اللي عملته. تشجع الشباب انهم يكونوا خبراء في المجال العقاري ومستثمرين زاد في المجال العقاري. طبيعة 100%. اني اصلا محاضر معتمد، اني نقري نعطي كلاسز مع دائرة الأراضي والأملاك في انوفيشن اكسبرت انستيتيوت. نوجه تحية للمعهد انوفيشن اكسبرت انستيتيوت، اكيد قاعدين يحضروا فيها توا. المعهد هذا هو المعهد الرائد الكبير في دولة الامارات للتعليم والعقاري. اي حد يحب يفوت المجال العقاري في الامارات ما تنجمش تخدم في المجال العقاري لما تكون وسيط معتمد من الدائرة. تدخل تعمل دورة 3 أيام ومن بعد تعمل إكزام
مش كما تونس. معناتها تعدي تيست. هذا اللي اني توا نتواصل فيه مع الادارات في تونس، اني قاعده نحاول ناسس نفس الشيء. نحب ناسس مدرسه تعليميه تعلم. مش اي حد يدخل مجال عقاري، لازم يكون قاري وفاهم وعنده درايه في يعني ماليه وفاهم السوق وفاهم القوانين التشريعيه، لان احنا في تونس عندنا قانون تشريعي وقانون يعني فما قوانين مختلفه في تونس، خاصه عندنا نظام الوراثه وعندنا يعني عندنا نظام جدا معقد الحقيقة. لازلنا يعني شوية دراية كبيرة. مش أي حد. وفي تونس عندنا أنك أنت تمشي المحامي أو عاد الإشهاد باش تعمل المعاملة العقارية. نحن لا، أني خبيرة عقار، أنا كل شيء يتم عندي في المكتب، فمش أي رسوم أخرى يدفعها العميل إلا عن طريقي أني. ففي تونس أني قاعدة نحاول نأسس يعني دائرة تكون الوسطاء هم خبراء ويكون معاهم يعني جانب قانوني، ما يحتاجش يدفع 1% أخرى لعدد الإشهاد التونسي، لأن في تونس الحقيقة رسوم جدا عالية على التونسي إنك تشري عقار. بحكم زدائية. أما لهنا فما اختلاف في طبيعة البلد وطبيعة معناتها الجانب الجغرافي والجانب القانوني والجانب التاريخي. هو أنا نعرف إنه تونس صعيب. أنا قبلت يعني مرة من المرات قبلت سفير لتونس في دولة معينة، ولكن سألته على هذا الموضوع قال لي سلوى شوف، تونس يعني عاملة تحديد لموضوع الاستثمار الأجنبي، لأن أصلا العقار غالي على تونس. فمجرد أنه تونس تفتح الاستثمار الأجنبي باش يغلى أكثر. ولكن نحن نقدروا عن طريق يعني الاستثمار القوانين الرقمية الجديدة نجموا نعملوا شفافية وفماش حتى تضارب في السوق في تونس، ونحسنوا في النظام الاقتصادي. واضح. يعطيك الصحة. شكرا لك على قبولك دعوتنا. الخبيرة العقارية الدولية المعتمدة سلوى العرفاوي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. رجعنا معكم شوي آخر بعد